حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طویلا. سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به هوای لب است و راه ندارد. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، زان که جز این گوشه کس پناه ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن ما آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب آتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما التجبته سيد من خلقت وصفت من استفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت، قدمته على أنبيائك
وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرشت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما هل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علما وحكمة فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه أحد الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر في سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأثبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاسطين والمارقين فلما انقضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل من وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقسي من أقسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون فلتذرف الدموع ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويذج الضاجون ويهج العاجون. أين الحسن أين الحسین؟ باز محرم آمد و عزای امام حسین. ناله و گریه در این مجالس و محافل برای قربت و مظلومیت امام زمانمون خیلی جایگاه با عظمتی داره. این ابناء الحسین صالح بعد صالح و صادق بعد صادق. این السبیل بعد السبیل این الخیرة بعد الخیرة. این الشموس الطالعة این الأقمار المنيرة. این الأنجم الظاهرة. این أعلام الدين وقواعد العلم. این بقية الله التي لا تخلو من الإترة الهادية. این المعد لقطع دابر الظلمة. این المنتظر لإقامة الأمت والعوج. این المرتجى لإزالة الجور والعدوان. این المدخر لتجديد الفرائض والسنن. این المتخير لإعادة الملة والشريعة. این المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده. این محيي معالم الدين وأهله. این قاسم شوكة المعتدين. این هادم أبنية الشرك والنفاق. این مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. این حاسد فروع الغي والشقاق. این طامس آثار الزيغ والأهواء. این قاطع هبائل الكذب والافتراء. این مبيد العتاة والمردة. این مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد. این معز الأولياء ومذل الأعداء. این جامع الكلمة على التقوى. این باب الله الذي منه يؤتى. این وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. این السبب المتصل بين الأرض والسماء. این صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى. این مؤلف شمل الصلاح والرضا. این الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء. این الطالب بدم المقتول بكربلاء. این المنصور على من اعتدى عليه وافترى. این المضطر الذي يجاب إذا دعا. این صدر الخلائق ذو البر والتقوى. این ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة القراء وابن فاطمة الكبرى. بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين. يا ابن النجباء الأكرمين. يا ابن الهداة المهديين. يا ابن الخيرة المعذبين. يا ابن الغطارفة الأنجبين. يا ابن الأطائف المطهرين. يا ابن الخضارمة المنتجبين. يا ابن الغماغمة الأكرمين. يا ابن البدور المنيرة. يا ابن السرج المضيئة. يا ابن الشعب الثاقبة. يا ابن الأنجم الزاهرة. يا ابن السبل الواضحة. يا ابن الأعلام اللائحة. يا ابن العلوم الكاملة. يا ابن السنن المشهورة. يا ابن المعالم المأثورة. يا ابن المعجزات الموجودة. يا ابن الدلائل المشهودة. يا ابن الصراط المستقيم. يا ابن النبأ العظيم. يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. يا ابن الآيات والبينات. يا ابن الدلائل الظاهرات. يا ابن البراهين الواضحات الباهرات. يا ابن الحجج البالغات. يا ابن النعم السابقات. يا ابن طه والمحكمات. يا ابن ياسين والزاريات. يا ابن التون والعاديات. يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى. بل أي أرض تقلك أو الثرى. أبرذوا أو غيرها أمزي تبا عزيز علي. أنا أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك أسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تهيت بك دون البلوى. ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، بنفسی انت من نازه ما نزه عنا، بنفسی انت امنیت الشائق یتمنا، من مؤمن و مؤمنة ذکر فهنا، بنفسی انت من عقید عز لا یساما، بنفسی انت من اثیل مجد لا یجارا، بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاها، بنفسی انت من نسیف شرف لا یصابا، الی متی رفیک یا مولاي و الی متی و ای خطاب نصف فیک و ای نجوا، عزیز علی ان اجاب دونک و اناغا، عزیز علی ان ابکیک یخذلک الورا، عزیز علی یجری علیک دونهم ما جرا، هل من معین فاطیل معه العویل و البکا، هل من جزوع فأصاعد جزاه اذا خلا، هل غذیت عین فساعدتها عینی علی الغذا، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا منک بعدة فنهضا، متی نرد مناهلک الربیة فنروا، متی ننتقع من عذب مائک فقد طال الصدا، متی نغادیک و نرابحک فنقر عینا، متی ترانا و نراک، وقد نشرت لواء النصر ترى ترانا نهف بك، وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا، وأذقت أعداءك أوان وعقابا، وأغبرت الأطاة وجادت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واشتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستأدي فإنك الأدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين وبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه بالعصا والجوى، وبرد قليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك، وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومآذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبي السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من استفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأتم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. اللهم وأقم به الحق وأدهذ به الباطل، وأدل به أوليائك، وأذلل به أعدائك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، وجعلنا ممن يأخذ بعجزتهم ويمكث في ظلهم، وإنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة الرحيمة نستكمل بالكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله
بكأسه وبيده ريا ربيا هنيا سائقا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. بار دگر دل را غبار غم گرفته، بار دگر دل را غبار غم گرفته، چون قلب ختم الانبیا ماتم گرفته. گویی که رنگ از چهره گردون فریده، مه سینه و خورشید پیراهن دریده. ختم رسول در حاله ماتم نشسته، بر چهره زهرا غبار غم نشسته. گر شعله جوشد از دل هامون عجب نیست، گر خون برویزد از هلال خون عجب نیست. ای اهل ماتم جامه ماتم بپوشید، ای اشکها از دیده عالم بجوشید. ای اختران از دامن افلاک ریزید، ای مهر و مه خون گشته و بر خاک ریزید. در سوز دل دارم پیام کربلا را، انگار میبینم تمام کربلا را، انگار میبینم زمین دریای خون است. رخسار وجه الله اعظم لاله گون است، انگار میبینم که 72 سرباز دلهایشان بهر شهادت کرده پرواز. انگار میبینم که طفل شیرخواره بر دوش بابا پر زند از گاهواره. انگار میبینم حبیب افتاده بر خاک در مقدم محبوب خود با جسم صد چاک. انگار میبینم که حور علف گوید نزد حسین از اشک خجلت چهره شوید. انگار میبینم که محرم گشته عباس دور حرم دائم حرم را میدهد پاس. انگار میبینم به گلهای مدینه در تشنگی سقا شده
چشم سکینه. انگار میبینم که جسم گلزار با تیر و تیغ و نیزه گشته لاله باران. انگار میبینم که گرگانی هماهنگ بر جسم اکبر میزنن از هر طرف چنگ. آخه بدنهای اصحاب و بنی هاشم هر کدام در اون لحظات آخر که قرار می گرفتن، این اسب در حالتی برمیگشت طرف خیمه ها. اما یا رب نمیدونم چه شد او لحظه ای که علی اکبر دیگه تاب و توانی درش باقی نمونده بود، روی اسب افتاد، دیگه طاقت نداشت شمشیر بزنه. این اسب عوض این که برگردد طرف خیمه ها، در حالت و شرایطی قرار گرفت به قلب دشمن ادامه داد مسیر رو. خب برا همین بود که هر کسی نیزه داشت بر بدن علی اکبر علیه السلام زد. هر که شمشیر در دستش بود با شمشیر بر بدن علی اکبر علیه السلام زد. یه دم با چوب و عصا می زدن، اونقدر بر اون بدن نازنین زدن که اربابان مقاتل نوشتن فقط اربن ارباب، یعنی بدن رو تکه تکه کردن. انگار میبینم که گرگانی هماهنگ بر جسم اکبر میزنن از هر طرف چنگ. انگار میبینم زنان داغ دیده دارن شیون دور سرای بریده. ای ماه خون برگرد، ای ماه خون برگرد، خون کردی دلم را. آتش زدی هم ریشه و هم حاصلم را. ای ماه خون سیلاب خونم در دو عین است، یک دشت دشمن تشنه خون حسین است. ماه حرام و دلم غرق ملال است، بر خصم خونه بر خصم خونه یوسف زهرا حلال است. ماهی که گلهای خدا با جسم صد شاک ریزند چون آیات قرآن بر روی خاک. ماهی که دلا همچنان صحبای خون است، ماهی که در هر دو دیده، ماهی که در هر دیده صد دریای خون است. ماهی که شادیم به ماتم رشک دارد، قربان آن چشمی که دائم اشک دارد. ماهی که طفل از نوک پیکان شیر نوشد، حتی جوان
حتی جوان آب از دم شمشیر نوشند. مایی که این امت ز پیغمبر بریدن، 18 جوان هاشمی را سر بریدن. تنها نه این ماتم، تنها نه این ماه امام عالمین است، یا رب تمام ماه ماه حسین است. هر سال سال یوسف زهراست آری، هر روز روز سرخ عاشوراست آری. وقتی به سرزمین کربلا رسیدن، دیگه ذوالجنا حرکت نمی کرد، هرچه امام حسین علیه السلام اشاره کردن، ای از حتی ذره هم جلوتر نرفت. یه نگاهی کردن ببینن مانعی نبود. در بعضی از نقل ها اومده امام حسین علیه السلام چند اسب دیگر طلب کردن، اونا هم حرکت نکردن. حالا امام حجت خدای ولی الله الاعظم است، همه چیز رو میدونه، اما باید در تاریخ هم ثبت بشه. فرموده باشن آیا کسی هست این سرزمین رو بشناسه؟ پیرمردی را حاضر کردن، گفت آقا من این سرزمین رو خوب میشناسم. فرموده باشن اسم این سرزمین چیست؟ گفت آقا قادسیه است. آیا نام دیگری هم داره؟ بلی قاذریه، بله شاطئ الفرات، بله به این سرزمین نینوا هم میگن. اما یه جمله‌ای گفت امام حسین علیه السلام، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. یه وقت عرض کرد آقا به این سرزمین کربلا هم میگن. فرمود انا لله و انا الیه راجعون. اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بار بگشایید، اینجا کربلاست. بارها رو پیاده کردن یا صاحب الزمان. مخدرات بانوان با احترام از مرکبه ها پیاده شدن. گویا عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها وقتی خواست از مرکب از محمل پیاده بشه، بنی هاشم همه بودن، اینا محارم بیبی زینب بودن، اومدن اطراف محمل رو گرفتن. گویا یک نفر زیر بغلهاشو گرفت، یه نفر زانو گذاشت به عنوان پله، اطراف رو گرفتن. یه نفر دست عمه رو گرفت، همه با شکوه و عظمت اطراف مخدرات رو گرفتن. عمه سادات هم با احترام و اکرام از اسب یا از مرکب یا از محمل پیاده شد. از همه اینها با احترام و اکرام استقبال شد. اما بمیرم یا صاحب الزمان، عمه مظلومه شما وقتی خواست از کربلا برگرده بی حسین بود، بی عباس بود، بی اون بود، بی جعفر بود، بدون علی اکبر بود، بدون قاسم بود صلوات الله علیهم اجمعین. چه کرد عمه سادات؟ هی می دوید این طرف کاروان، زیر بغلهای این زن و بچه رو می گرفت، سوار بر محمل می کرد، می دوید اون طرف، زیر بغلهای اونها رو می گرفت. همه که سوار شدن یا صاحب الزمان. یه وقت عمه
مظلومه شما نگاه کرد به اطراف، دید همه نامحرمن، دیگه همه شما محرمی ندار. حسین آرام جانم، حسین روح